اسمعوا كده بقى، اسمعوا بس يا جماعه. سمعت صوت القرمشه وشايف الزيت نضيف ازاي؟ كنتاكي الغلابه ده يا جماعه، هنعمل قرنبيط كريسبي قوي بتتبيله مميزه، هيطلع معاكي زي الفل. دي زهره القرنبيط، مقطعينها تقطيع صغير وكبير حسب الرغبه، حسب ما كل واحد فينا في الاسره بيحبه. وهنسلقه بطريقه عاديه، وانا مش عامل الفيديو عشان اوريكم ازاي نسلق القرنبيط، لا، معروف قوي ان هو ملح على كمون وميه سخنه زي ما بنسلق الكرومبه بالظبط. هناخد الزهر بتاعنا يقعد قد ايه في الميه؟ 5 دقايق، ولو بتحبيه طري زودي عن ال5 دقايق دقيقتين كمان. تمام كده. وهطلعه اصفيه في مصفى. المهم بقى الخليط اللي بيخلي القرنبيط كريسبي قوي زي كنتاكي. كوبايه من الدقيق عليها ربع كوب نشا، وهنحط التوابل اللي موجوده في البيت، توم باودر، بصل باودر، ولو مفيش توم باودر التوم الفريش احلى، وكمون وبابريكا وكاري وفلفل اسود وكزبره ناشفه، وكمان سنه كده من الجنزبيل. ونقلب الخليط دوت، ما فاضلش غير معلقه الملح، واقلبه كويس جدا، واعمل فتحه كده في النص، هنزل بالبضايه ومرقه الدجاج بتدي طعم حلو قوي هنا يا جماعه، عشان لو اعترضت عليها هي فعلا بتدي طعم. وكوبايه ميه من الحنفيه اخد نصها وانزل بيه في الخليط واقلب، واقوم مزود النص التاني عشان انا عايز المنسوب ده. وكده الخليط الاولاني خلص. احط بقى ايه؟ حزمه من الكزبره الخضراء، فرمينها طبعا. تمام كده. الجزء التاني ايه؟ الجزء التاني عباره عن كوبايه برضو من الدقيق، عليها معلقه من النشا. يبقى انا عندي خليطين، جاف وسائل. سائل على اليمين وجاف على الشمال. هاخد الزهرايه احطها في الخليط السائل واقلبها كويس جدا لحد ما الخليط يخش جوه العروق، واقلبهم في الخليط الجاف زي ما انتم شايفين بالمنظر ده. واحده كمان في الخليط السائل واطلعها احطه في الخليط الجاف زي ما انتم شايفين بالمنظر دوت كده. تمام زي الفل. وطاسه فيها زيت ساخن وانزل بيها بزهره القرنبيط بتاعتي. طيب انتوا بتعملوه بنفس الطريقه بس برضه بيطلع معاكم طري ليه؟ عشان تركه بسيطه جدا بتحصل معاكم بتخلي القرنبيط طري. وانا بقلبه قدامكم اكتر من مره. شايفين لونه عامل ازاي؟ انا عايز لونه يغمق كمان، انا بحب لونه بيبقى يعني غامق سيكه، هيبقى لونه كده مائل للبينك. والزيت نضيف زي الفل، مفيش حاجه واقعه منه خالص، ده كان شكله النهائي. بص بقى بيطرى منك ليه؟ عشان بتصفيه على مناديل، انا بصفيه في مصفى. يبقى تصفي القرنبيط في مصفى يا جماعه، ما تحطوش على مناديل. شايفين شكله حلو ازاي؟ اللهم صل على النبي، تحفه. والزيت نضيف زي الفل، انا بوريهولك اهو قدامك. يبقى انا عامل الفيديو ده عشان اوريكي ايه هو السر اللي بيخليه يطرى منك. وبعد ما تطلعيه من المصفى تحطيه في طبق التقديم، وبالهنا والشفا احلى قرنبيط مقرمش كريسبي وشكله زي شكل كنتاكي بالظبط. وقولوا لي ايه رايكم في الكومنتات. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.